أقرأ من سورة الكهف آية 5. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن جاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عدد، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتاة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نحن اليوم متواجدين في القدس المحتلة وتحديدا في قرية أمطوبة لنتعرف على قصة 4 توائم أتممنا حفظ القرآن. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ رزان. ديما. دينا. سوزان. تحفظت القرآن كلياته؟ الحمد لله. قديش أخذ معكم وقت؟ من صف 7 ل10 حفظنا 15 جزء، وصف 11 كملنا 15 بكيات. شو كان شعوركم بس أتممتوا حفظ القرآن عن ظهر قلب؟ شعور كثير حلو، لأنه كان هدفنا وحلمنا إحنا الأربعة نحفظه، فالحمد لله حققنا وحفظنا. كيف قدرتوا إنكم توفقوا بين دراستكم من صف 7 لحتى وصلت اليوم للتوجيهي في حفظ القرآن؟ كم كان ياخذ معكم وقت؟ كيف كنتم مقسمين هذا الوقت؟ شو اسمه، احنا كنا ننظم يعني وقتنا بين الدراسة والقرآن، يعني مثلا نخصص وقت مثلا ساعة ونص اشي انه كل شو بدنا نحفظ فيها، وبعدين بنرجع للدراسة، واذا كان في معنا وقت بنرجع نحفظ كمان دور عشان انه نخلص اللي بنحطه، هذا انه نخلص اللي كنا بدنا نخلصه في اليوم. ايش حلمكم بعد ما اتممتوا حفظ القرآن؟ انه ننجح توجيهي ونجيب العلامات العالية. يعني انتوا اليوم كلياتكم من السنة الجاية ان شاء الله توجيهي؟ ان شاء الله. اول جزء بلشتوا فيه حفظ القرآن حفظتوه على الترتيب؟ بلشنا من اخر جزء عشان انه هو بيكون اخر جزء هيك سهل كان، فاحنا بلشنا فيه وصرنا نطلع طلوع. يعني كل جزء قديش كان ياخذ معكم تقريبا وقت؟ فيش مد معدنة، حسب انه الوقت اللي احنا حطيناه لهذا الجزء، لانه كل جزء بيختلف والصور بيختلفن، فاحنا كنا ما فيش وقت لاي جزء محدد نحطه معين، فقدرنا كل جزء وقته غير. يعني التحقتوا في مدرسة لتعليم القرآن الكريم او انتوا اكتفيتوا فقط بالمدرسة او في البيت؟ لا، كنا في القرية مركز، وبنروح عليه إنه لقاء واحد في الأسبوع، وكنا نحفظ وبنروح بنسمع إنه للمعلمة، وبس نخلص يعني الجزء كلياته بنروح بيسوون اختبار للشيخ، بيعطينا أي آية بده إياه من الجزء وإحنا بنكمل. هل انه انتوا ال4 توائم اتممتوا حفظ القرآن مع بعض هذا سهل عليكم واعطاكم يعني دفعة انه انتوا تستمروا في حفظه؟ سهل عليكم انه انتوا 4 اخوات توائم حافظين القرآن؟ سهل، لأنه إحنا مثلا وحدة كانت تتكاسل يعني شوي إنه بدهاش تقوم تحفظ، فلا 3 يشجعونها قومي احفظي نخلصه هيك، فكنا نشجع بعضنا ال4 ونطلع نحفظ. والله يعني سعيد كثير، بقول لك على ال4 من أول ما أجن وأنا سعيد فيهن لغاية الآن، لغاية ما خلصن الصف ال11. شايف في معدل 95 ل4 نفس المعدل يعني، وأنا مبسوط لحد الآن. كيف هلا لما خلص ايش الرباعي القرآن الكريم حفظ عن غيب، يعني اعطاني فرحة وشجعني كمان يعلم الأطفال ويعلم من أولاد البلد كمان القرآن، والحمد لله. الوجه واحد والقلب واحد والفرحة واحدة، لكن الخطوة الواحدة نحو الهدف تساوي 4 خطوات، فتجعله أقرب دائما بإصرارهن على التمييز والإبداع. لفضائية معا، نعمة عدوية من قرية أمطوبة في القدس المحتلة.